السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة 1/1/2023. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة. هو الفيديو ده كان المفروض ينزل امبارح 31/12/2022، ولكن حصل بعض الظروف كده وهننزلها النهاردة 1/1/2023. المفاجأة باختصار، أو يعني الكبسولة باختصار اللي هنذكرها في الفيديو ده، ان هي عباره عن اسئله احنا كنا بنكون كاتبينها السنه اللي فاتت، ولما السنه تعدي نبدا ان احنا نجاوب على الاسئله دي. يعني مثلا انا عندي الكبسوله دي. الكبسوله دي الكبسوله ده هي انا كنت كاتبها السنه اللي فاتت اللي هي سنه 2022. دي كنت كاتبها مكتوب هنا، مش عارف ظاهره هنا ولا لا، مكتوبه هنا. مش عارف هي ظاهره بالعكس ولا ايه. مكتوب هنا 4/1/2022. 4/1/2022، يعني هي مكتوبة 4/1، 4 في الشهر، في شهر 1/2022. كنت كاتب فيها حبة أسئلة عشان لما السنة 2022 تخلص هنبدأ إن إحنا نجاوب على الأسئلة دي. بسم الله ونبدأ. أول نفتح العلبة كده، نطلع دي كده حاجة. هي عبارة عن أسئلة كتير أهي، مش عارف أهي أسئلة. دي كل الأسئلة هنجاوب عليها في الفيديو ده. فهو الفيديو ده زي فلوج كده بنعمله كل سنة، كل ما السنة تخلص. تمام. نشخبط الورق كده، وبعد كده نختار الورقة، أي ورقة. بسم الله. أول ورقة بتقول لي مش عارف ظاهرة ولا لأ، هل ختمت القرآن؟ المشكلة إن الكاميرا أنا بصور بالكاميرا الأمامية، فعشان كده هي إيه؟ هي قلبة الكلام، يعني الكلام بالعكس، فعشان كده مش ظاهرة. هنا بيقول لي ايه، هل ختمت القرآن الكريم؟ والحمد لله. هو انا ختمت بس مش كنت ختمته، انا ختمته مرة وربع اعتقد، لان انا ختمته مرة في رمضان، ووقت المواصلات قريت حوالي ربع المصحف اعتقد. لان وقت المواصلات ده يعني وقت لو اي حد حاول يستغله هيكتشف ان هو يعني لو هو كان مواظب عليه على طول، لو هو مثلا بيروح مكان بعيد. يعني مثلا انا كنت بروح فوز، باخد ساعه رايح وساعه جاي، الساعه دي كنت ممكن اخلص فيها، جزء كامل. فعشان كده انا ختمت القران مره في رمضان، وجريت ربع المصحف في وقت المواصلات. هنبقى نعمل فلوج عن وقت المواصلات، ازاي تستغل وقت المواصلات ده كويس جدا. دي كانت اول ورقه. نفتح الورقه الثانيه. شوف كده، الورقه الثانيه بتقول العاصمه، بس انا مش فاهم ايه كلمه العاصمه دي، بس مش عارف هي ليه. العاصمه يعني ممكن انا مثلا كنت عايز اروح مثلا العاصمه. هو كان نفسي اعتقد كده، ولا كنت، بس مش فاكر صراحه. كان نفسي ان انا اروحها، بس ما رحتش، مش حصل نصيب وما رحتش. رحت حتة تانية، بس مش نسيت موضوع العاصمة. لو فاكر العاصمة بس ما رحتش، ما ممكن يكون ما فضلتش ان انا اروح، او حصلت ظروف ما منعتنيش، او نسيت مثلا. بس اعتقد ان انا نسيت موضوع العاصمة ده، لان انا كان في بالي حاجة تانية، والعاصمة دي كانت بعيدة عن تفكيري خالص. ولا تانية. بسم الله. الورقة التانية بيقول لي كم من التفكير قمت أنت بعدما خلصت تالتة إعدادي أدخل ستيم ولا سنة؟ صح. لما بعد بيقول لي هو التفكير، أنت خالي التفكير إيه هو تفكيرك، أو أنت خالي التفكير قد إيه لما أنت، مش كلام الظاهر مش كده. لما أنت خلصت تالتة إعدادي هل دخلت ستيم ولا سنة؟ هو أنا كان نفسي أدخل ستيم، ولكن ما حصلش نصيب. انا لما دخلت تالتة اعدادي امتحنت الترم الاول، يعني حصلت معايا ظروف كده، او ما قدرتش ان انا كان نفسي ان انا اجيب درجة حلوة في الترم الاول، ولكن نقصت 8 درجات مرة واحدة. اول ما نقصت 8 درجات رحت شايل موضوع ستيم ده من دماغي، عشان ستيم شروطها ان انت تكون مقفل اعتقد مادتين علميتين، زي مثلا الانجليزي او الرياضه او العلوم. 3 مواد دول، يا اما تكون مقفل مادتين
وتكون جايب 95%. لا اما تكون مقفل مادة واحدة وجايب 98%. فكانت شروطها تقيلة شوية، بس أنا ما قدرتش. أول ما امتحنت الترم الأول نقصت 8 درجات مرة واحدة، فقلت أنا كده كده خلاص مش هقدر أدخل ستيم عشان أنا محققتش الشروط، فبالتالي مش هعرف أخشها. فكان تفكير كتير، كان في الأول كان نفسي أخشها ولكن مش حصل نصيب، والحمد لله على كل شيء. احنا دلوقتي في ثانوي عام. الورقة التانية بيقول لي: ما هي أصعب سنة مرت عليك في المرحلة الإعدادية في السنوات الماضية؟ أصعب مرحلة عدت عليك في المرحلة الإعدادية كانت تالتة إعدادي. باختصار شديد تالتة إعدادي. أولى كانت حلوة وتانية كانت حلوة، ولكن تالتة إعدادي زيها زي أولى وتانية، ولكن تالتة إعدادي إيه؟ حتة اللي أنت تسيب مدرستك وتمتحن في مدرسة تانية حاجة جديدة عليك، أول مرة تحصل لك، أول مرة أنت تعملها. يعني أنت كنت في ابتدائية كنت على طول بتاخد الامتحان وتاخد امتحانك وأنت في مدرستك طبيعي، بس أنت أول مرة تمتحن بره مدرستك، تاخد امتحان بره مدرستك، في توتر، قلقان شوية. حتة اللي أنت مصحح أنت مش تعرفه ولا هو يعرفك يصحح لك الورقة. افرض غلطك في حاجة، عمل لك حاجة غلط، فبيكون في السنة دي بالذات فيها إحباط شديد وفيها كلام كتير، وخصوصا لما النتيجة تطلع بتلاقي فيها الناس مبروك مش عارف ايه وده مش جاب، وبيكون الكلام كتير خصوصا يوم النتيجة ده. فبتلاقي ناس كتير بتتكلم يقول ده مش عارف نجح ولا مش عارف دخل دبلوم ولا مش عارف دخل صنايع ولا دخل ثانوي، فبتلاقي الكلام كتير بقى. فهي كتالتة إعدادي هي مش صعبة وفي نفس الوقت مش سهلة. ليه؟ هي انت ممكن تعديها وتجيب مجموع كويس فيها، بس المشكلة ان انت ازاي تتغلب على القلق والاحباط اللي بيجيلك. هي دي المشكلة. لو انت قدرت تتغلب على المشكلة دي وقدرت ان انت تنظم وقتك صح، اوعدك ممكن تجيب 280 280. اه والله. بس الفكرة كلها اللي انت تتغلب على اي قلق واحباط يجيلك وتنظم وقتك صح وتحل على قد ما تقدر، وانت اضمن لك ان انت تجيب 280 280. ومش لما تيجي في الامتحان مش تتوتر بالناس اللي حواليك، عشان طبعا هيكون في غش اكيد طبعا، ولكن خليك مركز في الورقه بتاعتك عشان هتحصل حاجات كتيره كده. انا اتعلمتها لما كنت في ثالثه اعدادي، وتعلمت حاجات بسيطه كده لما دخلت الترم التاني. في الترم الاول كانت الدنيا صعبة شوية عشان كانت أول مرة، ولكن لما جيت الترم التاني كنت اتعودت بقى على الموضوع، وكنت يعني متعود على الموضوع أكتر. فهي دي باختصار تالتة إعدادي. تالتة إعدادي هي ولا صعبة ولا سهلة، هي بس عايزة منك اجتهاد وتنظيم وقت، ومش يعني تتأثر بالكلام اللي حواليك. هي دي باختصار تالتة إعدادي. الورقة اللي بعديها بسم الله بيقول لي: هل تم بناء الملعب اللي في قرية كفر أبو ظبي؟ صح. كان في عندنا ملعب جنبنا هنا. الملعب دوت كل سنة يقولوا فيه هنبني الملعب، كل سنة لما تخلص يقول هنبني الملعب هنبني الملعب، وما بيحصلش الكلام ده ولسه ما اتبنش. عشان أنا بحب الكورة أوي، وكان نفسي إن أنا ألعب والملعب ده يتبني، ولكن مش بيحصل ولا بيتبني ولا يعني كلام على الفاضي وخلاص أساسا هو كده. الورقة اللي بعديها بتقول: هل اشتغلت حرفة أخرى غير اليوتيوب؟ حرفة أخرى غير اليوتيوب؟ مش عارف والله. حتة الحرفة ديت ما أعتقدش إن أنا اشتغلت حرفة أخرى غير اليوتيوب. هو مش حرفة، وأنا أقدر أقول إن هي مهارة. إزاي؟ يعني مثلا اتعلمت إزاي أكتب على الكيبورد بالعشر صوابع. دي كانت أول مرة أعملها يعني. والمهارة دي أفادتني بعد كده. يعني مثلا دلوقتي أنا بكتب مقالات أو بكتب تدوينات على بلوجر، فمهارة العشر صوابع دي بتختصر معايا وقت. يعني بدل ما أكتب بالصابع صابع كده فبتاخد وقت كتير، لا أنا بكتب بالعشر صوابع، فدي بتنجز معايا وبتاخد وقت أسرع. وممكن أكتب
مقالات كتيرة في اليوم، عشان المهارة دي كويسة جدا. انا اتعلمت تكتب بالعربي الاول، وبعد كده اتعلمت بالانجليزي. اتعلمت من العربي عن مش عارف على اكاديميه كده على النت، على الانجليزي اتعلمت على موقع اسمه تايبنج كلاب اعتقد. وان شاء الله بنعمل فيديو عن ازاي انت تكتب بالعشر صوابع. اي فيديو هذكره في الفيديو دوت. لو انت حابب المحتوى بتاعه ممكن تكتبوا لي في التعليقات اللي انا انزله، اشوف كده رايكم في الفيديوهات اللي احنا هنعملها مستقبلا ان شاء الله. الورقه اللي بعديها بتقول: ايه هو شعورك لما دخلت مرحله جديده، ثانوي او مدرسه جديده؟ يعني انا كنت كاتب الورقه دي اللي انا معرفش هل هخش ثانوي ولا مدرسه تانية. هو شعوري هو كان نفسي ان انا ادخل مدرسه غير ثانوي. مش كنت حابب موضوع الثانوي ده، مش كنت حابه خالص. كنت عايز ادخل مدرسه تانية مناسبه لمجالي. كان ستيم اول رغبه ليا ان انا اخشها، ولكن ما حصلش نصيب. بعد كده بدات ان انا اشوف مدارس تانية، ولكن رسيت في الاخر على ثانوي. وشعوري في دخول ثانوي شعور مش كويس ولا حبه. يعني الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. الورقه اللي بعديها بيقول لي: هل كسبت في الترم التاني الدوري اللي في المدرسة بعد ما خسرت الترم الأول؟ صح. كان في تالتة إعدادي، كان أفضل دوري لحد دلوقتي والله، حبيته. لأن أنا دخلت أولى ثانوي ومش عاد بشوف أي دوري. يعني المفروض أنت في ثانوي المفروض تلعب كورة وتتعلم، يعني تلعب كتير كورة بس لما دخلت المدرسة ما شفتش غير كده. كانوا يقولوا كل مرة يقولوا الدوري هيكون يوم الأحد، نستنى يوم الأحد، نيجي يوم الأحد مفيش دوري. الدوري يوم الخميس، نروح يوم الخميس مش في دوري. مش كان في التزام بمعنى اصح في مدرسه الثانوي، ولكن في الاعدادي يعني كانت اكتر حاجه كنت بحبها هو الدوري في ثالثه اعدادي. خدنا الدوري في الترم الاول، وساعتها تأهلنا للنهائي ورسينا على ضربات الجزاء، ولكن خسرنا وطلعنا المركز الثاني. وساعتها اتكرمنا، ومش عارف الشهاده اللي انا خدتها فين، مش فاكر. لحظه كده ادور عليها كده لحظه فين بالظبط. الشهادة ديت كنت واخدتها من منصة معارف على النت. ان شاء الله بنعمل حلقة عليها زي خدتها في تالتة اعدادي اهو، صف تالتة اعدادي الترم التاني. مش عارف انتوا شايفينها ولا لأ، بس هي المشكلة ان الكاميرا عكس الكلام. هبقى نعمل عليها فيديو ان شاء الله. منصة معارف منصة حلوة على النت، ممكن تاخد منها شهادة. وخدت برضك شهادة من تيرا كورسز ديت مسابقة أوائل الطلبة. كان في حد كلمني باين على مسابقة أوائل الطلبة، كنت خدت شهادة. كنا طلعنا على المركز الأول ساعتها في مسابقة أوائل الطلبة في أوروبي. خدت شهادة من نعمة. مش عارف بقى فين الشهادة هي دي. يسر إدارة مدرسة كفر علي عبد النبي الإعدادية. خدنا المركز الثاني في النشاط الرياضي لما لعبنا الدوري. المركز الاول كان خد تيشيرتات، واحنا خدنا شهادات عشان احنا كنا المركز الثاني. بس الحمد لله كان كويس. بس المدرسين بيقولوا ان احنا لعبنا احسن من الفرقه اللي خدت المركز الاول. اللي فرق بيننا وبينهم هي ضربات الجزاء. الشهاده ديت خدتها من بوابه نذاكر، اللي انا جبت منها النتيجه. بوابه نذاكر لما بتجيب امتياز بتاخد منها بيدوك شهاده الاعداديه، ويكتب لك المجموع. ده خدت مجموعه بتاع الترم الاول في ثالثه اعدادي، كنت جايب 132 مكتوبه. وكنت طبعت الورقه دي الوان من حته اسمها السيده زينب في مكتب. كنت انا ساعتها في مصر، وكنت مستني النتيجه بفارغ الصبر. ورحت نزلت الشهاده دي من على بوابه نذاكر، ورحت طبعتها في السيده زينب. رحت صليت، كنت انا قاعد في العزبه في حته اسمها عزبه خير الله. وبعد كده قلت انا عايز اروح اصلي في صلاه المغرب في السيده زينب. ورحت صليت المغرب في السيده زينب. وبعد كده رحت على شارع كده دخلت فيه، مش عارف الشارع جوه السيده زينب. فلقيت مكتبه، مش عارف مكتبه اسمها مكتبه الطلبه اعتقد، ولا مش عارف مكتبه ايه بالظبط. ورحت طالع من عليها. كان سعرها حوالي 5 جنيه اعتقد يعني. تمام.
انا كده وريتكم الشهاده اعتقد. كده وريتكم الشهاده الحمد لله. الشهاده دي بقى خدتها في اعدادي برضه، في تالتة اعدادي. كانت كل شويه ابله وصال ربنا يجزيها يا رب، كانت عامله لنا كل شويه بتعمل لنا حاجه اسمها، مش فاكر اسمه ايه، بتعمل لنا زي اختبار كده او تطبيق حاجه زي كده. فكنت جبت قبل كده لما طلعت المركز الاول او جبت الدرجه النهائيه، فادتني الشهاده دي. كان في الترم الاول اعتقد. الترم الاول. وبعد كده ايه تاني؟ الشهاده دي خدتها. الشهاده دي كنت باخد كورس في وانا في ثالثه اعدادي في الترم الاول. كنت باخد كورس في اللغه الانجليزيه 4 مستويات، وكنت باخده في فروس. كانت ختم النسر اهو من وزاره التضامن الاجتماعي واكاديميه الشغل المعتمد. كان في شهادات كتيره كنت خدتها، بس هي ما بتعملش حاجه، ده هي مجرد شهادات بس. المهم ايه، اننا مواظبين. وديت كان في شهادات تانية بس. الشهاده ديت لو لاحظتوا، لو نزلتوا في اول القناه هتلاقي ان انا عامل اول فيديو على القناه بيتكلم عن قصيده الاسماء. القصيده ديت لما كنت في تانية اعدادي ساعتها، فالاستاذ محمود ابو عماره كنت باخد معاه دراسات اجتماعيه، قال لنا عن قصيده الاسماع دي. قال لي اللي هيحفظ قصيده الاسماع قصدي هعمل له شهاده. انا بقى حفظت قصيده الاسماعي، و رحت سمعت له واداني الشهاده دي. لا مش هي دي، في شهاده تاني. استنى بس. واول ما حفظت قصيده الاسماعي من هنا بدات القناه. اعتقد مش الشهاده دي، في شهاده تانية. قصيده الاسماعي. الشهاده دي خدتها لما حفظت قصيده الاسماعي. من اول ما حفظت قصيده الاسماعي مش عارف جات لي فكره منين، اطلع قولها على النت. ومن هنا بدات القناه بقى. كان اول فيديو، وساعتها رحت خدت كنت عامل زي ايه 3 عصيان كده، وحاطط عليها حاجه بتشيل التليفون كده، ورحت حاططها في الارض كده، ورحت مصور في الارض ومصور من زمان، من حوالي لا ده في تانية اعدادي، من حوالي سنتين اعتقد. ايام ايام مش عارف ايه تاني. في شهاده لا ساكن هنا. ايه دي؟ كان في ده لما تميزي في البحث. دي كانت في دي، لا ده بتاعت ابتدائي. استنى بس، انا عايز اجيب حاجه. البحث دوت لما كنت في ابتدائي كانوا طلبوا مني ان احنا نعمل بحث عن حرب اكتوبر. كنت عملت بحث محترم كده، وراحوا مديني الشهاده دي. كان في بقى الشهاده ديت، الشهادتين دول كان في دوره اسمها الدوره المكثفه لحفظ القران الكريم. كانوا الدوره ديت كنت في ابتدائي، كانوا عاملينها في منطقه عندنا. كانوا كل سنه بيعملوا الدوره دي. الدوره مدتها بتبقى شهرين، وكل يوم تصحى الساعه 6 الصبح تروح الدوره في الجامع، بتحفظ قران كتير. ولما الدوره دي تخلص بيعملوا المسابقه الكبيره دي. بتروح انت حافظ بكذا جزء، وبعد كده بيوزعوا. لو جبت مثلا سماعة حلو بيديك مثلا، ممكن يدوكوا 1000 جنيه، يديك بطانية، يديك حاجات كتيرة كده، جوائز حلوة ومحترمة كده. والناس بقى كلها بيكون الجامع ده مسحوم زحمة يعني بأولياء الأمور. أيام حلوة بس ما تتنسيش، ولكن حلوة. طيب احنا طولنا قوي في الورقة ديت، بس يلا نشوف الورقة اللي بعديها. بيقول لي هل كسبت في الترم ايه ده؟ لا احنا قلناها دي صح؟ قلناها دي. في الترم التاني احنا ما لعبناش. في الترم التاني ما لعبناش. احنا في الترم الاول انا رحت مدرسة من اول يوم لاخر يوم. اما في الترم التاني ما رحتش. عملوا دوري بس الدوري مش كان حلو زي الترم الاول. الورقة دي بتقول لي احكام التجويد. كنا احنا في ثالثه اعدادي، فكان درس قرار كان عاملين حاجه اسمها احكام التجويد. احكام التجويد انا كنت حفظت، كنت عارف الحاجه اسمها الاظهار والاقلاب، ومش عارف حاجات كتير كده، بس نسيتها. مش كنت بروح، ولا هم لغوا الدرس. هم كانوا لغوا الدرس، وعشان كده مش قادر اروح. فنسيت حاجات كان فيها اظهار واقلاب، ومش عارف حاجات كده كتيره، واخفاء. اعتقد في اخفاء، ولكن مش كملت الدوره دي. وكان في حاجه اسمها تحفه الاطفال، ورقه
كراسة صغيرة كده فيها كذا زي شعر كده او حاجات تحفظه عشان يعرفك الإظهار والإقلام. الورقة التانية بتقول لي هل نزلت منذ إنشاء القناة على اليوتيوب أكثر من 70 فيديو؟ يعني هو أنت لما فتحت القناة مفتوحة من حوالي سنتين، أكتر من 70 فيديو؟ أعتقد لا، ده الفيديو ده أعتقد حاجة و50 أعتقد أو حاجة و40، لأن أنا مش منتظم أوي على القناة ولا بنزل أي فيديوهات. فأني يعني القناة بقى لها سنتين ولحد دلوقتي ما وصلتش لل100 فيديو. يعني المفروض إن أنا انزل فيديوهات كتيرة ولكن ده ما بيحصلش. يلا طيب الورقة اللي بعديها بتقول لي هل جبت المجموع اللي يأهلك لمدارس ستيم؟ باختصار لا، ما جبتش. هي المجموع ده ظاهر من اول الترم الاول. لما جبت المجموع قلت بقى خلاص مش داخل ستيم. هل انت راضي عن نفسك هذه السنه؟ الحمد لله راضي مليون في المية. انا راضي على السنه دي والحمد لله على كل شيء حصل لي في السنه دي، ولكن الحمد لله انا راضي لان ربنا هو اللي عايز لي كده. تمام، ناخد الورقه اللي بعديها بتقول لي هل انت طلعت الاول في الصف السادس اعدادي؟ لا مش طلعت بصراحه. في اولى اعدادي طلعت الاول، وفي الثاني اعدادي طلعت الثاني، ولكن في ثالثه اعدادي كان في ناس كانت بتغش كتير. يعني انا كنت بطلع، متخيل انت في اولى اعدادي بطلع اول، في ثانيه اعدادي بطلع ثاني، في ثالثه اعدادي اطلع السادس يعني. ولكن لما تيجي تشوف اللي قبليه هتلاقي اللي طلعوا فوقي كلهم غشاشين، وعمرهم ما طلعوا ورايا، طلعوا اعلى مني لما كنت في اولى وثانيه اعدادي. عمرهم ما طلعوا ورايا. بس في ثالثه اعدادي هتلاقي ناس كتير بتغش، وهتلاقي ناس دخلت ثانوي عام بالغش، ومعتمدين اعتماد كلي على الغش، ومعتمدين ان هم يخشوا ثالثه ثانوي مش عارفين اي حاجه من الالف للياء، ويغشوا، عايزين يغشوا برضك ويخشوا اي كليه اي كلام مفروض. الورقه اللي بعديها بيقول لي صمت شهر رمضان كاملا ام لا؟ وصمت 10 من ذي الحجه. الحمد لله بفضل ربنا بقالي سنتين يعني سنه 2022 وسنه 2020 او 2021. بقالي سنتين بصوم العشرة من ذي الحجه. العشرة من ذي الحجه دول كنت مش بصومهم، اللي هم قبل العيد الكبير. دلوقتي الحمد لله بقالي سنتين منتظم ان انا بصوم العشرة من ذي الحجه، وشهر رمضان بفضل الله صمت كله كامل الحمد لله بفضل الله. الورقة اللي بعديها هل قدرت تحقق شروط اليوتيوب أم لا؟ للأسف لا، وباين علينا مش في خير، باين علينا إن إحنا مش هنحقق. هل تعلمت الحلاقة أم لا؟ صح، كان أعتقد مش عارف في تانية إعدادي ولا في تالتة إعدادي، كنت في شهر رمضان كنت نزلت محل حلاقة، كنت بتعلم الحرفة البسيطة كده. قعدت شهر رمضان بالظبط مش عدت بروح تاني، ولكن هو بحلق لأخويا بس مش الحلقة اللي هي يعني، لا أكيد لا أنا مش، وبحلق لجدي بس مش قد كده يعني. هل حاولت تعلم اللغة الألمانية؟ سبحان الله، يعني الورقة ديت كان نفسي ان انا اتعلم اللغة الألمانية، كان نفسي ان انا اتعلمها، ولكن دلوقتي انا ما باخدش لغة فرنسية خالص. انا اللغة الأجنبية بتاعتي التانية هي اللغة الألمانية، والصراحة حبيت اللغة دي قوي، لغة سهلة بغض النظر عن اللغة الفرنساوي. يعني لأن ناس كتيرة من الطلبة اللي معايا في المدرسة يقولوا لي الألماني سهل ولا الفرنساوي، فأنا بقول لهم أنا ما أعرفش الألماني سهل ولا الفرنساوي، لأن أنا ما جربتش الفرنساوي، أو لو أنا جربت الاتنين هقدر أحكم إن مين الأسهل من التاني. ولكن دلوقتي بقى طلع لي لقب، لأن طبعا أنا الوحيد اللي في المدرسة باخد اللغة الألمانية. مدرسين طلبة بينادوني يا ألماني، أنا ماشي اسم ألماني ولا لقب، ولا عمري حد قال لي ألماني. ولكن الحاجة اللي بتميزك الناس بينادوك بالحاجة اللي تميزك دي، فأنت لما تكون مميز الناس بينادوك بالاسم اللي بيميزك عن أي طلبة تاني. تمام. بعد الورقة اللي بعديها بيقول لي هل اشتريت المعجم المحيط أو لا؟ لا صح، كنت عامل فلوج على القناة. كان معرض الكتاب، رحت في ثالثه اعدادي في الترم الاول. يعني انتوا هتاخدوا اجازه
في ثالثه اعدادي الترم الاول، جائزه الترم الاول ديت، حاولوا انكم تروحوا معرض الكتاب، حاولوا انكم تلفوا بقى لفه كويسه جدا، عشان المعرض كبير حوالي 4 صالات اعتقد، والصاله كبيره جدا، يعني انت عشان تلفها كلها استحاله انت تلفها كلها. انا بقى لفيت صاله اهو، بس مش لفيتها كلها. والصاله التانيه كنت بجيب فيها المعجم، بس مش عارف المعجم، استنى لحظه ادور عليه. ما اشتريتش معجم، هو انا ما اشتريتش معجم المحيط عشان ما لقيتوش، دورت جلبت الدنيا عليه وما لقيتوش، بس جبت معجم تاني اسمه المعجم الوجيز، مش عارف ظاهر ولا لا. هو ده المعجم الوجيز. المعجم ده كان عامل 25 جنيه. ليه؟ لانه هو كان معجم قديم. دنيت ادور على دار النشر عشان الاقي المعجم ده، لفيت لف موت عشان الاقي معجم الوجيز ده، لحد ما لقيت دار نشر في معرض الكتاب في صالة 2 اسمها مجمع اللغة العربية. مجمع اللغة العربية. أنصح أي حد معرض الكتاب. أنا اتطوعت فيه السنة دي ولكن ما اتقبلتش، مش عارف ليه بالظبط، عشان أعتقد أنا مش شرقية، مش من القاهرة الكبرى ولا من القليوبية ولا مش عارف ولا من الجيزة ولا من القاهرة، عشان أنا بعيد أعتقد. ولكن حصل نصيب، السنة الجاية إن شاء الله نقدم فيها، نتطوع فيها. فالسنة اللي أنصح أي حد، هو المعرض الكتاب هيفتح يوم أعتقد 25/1، أعتقد 25/1 يعني أنا هخلص امتحاناتي يوم 25، أنا في أولى ثانوي هخلص امتحاناتي يوم 25، ولو في نصيب ممكن نروح معرض الكتاب، لو مفيش ممكن مروحش، ولو رحت يعني ممكن يكون في فرصة ان انا اشوف المتابعين، يعني ممكن انتوا تقابلوني هناك. ولكن ده لو رحت انا في احتمال كبير ان انا اروح، في احتمال كبير بردك لا ما اروحش، حسب الظروف اللي هتسمح. تمام. احنا كنا اشترينا المعجم ده وكان ب 25 جنيه، فانا قلت هو انا رايح معرض الكتاب عشان اشتري المعجم ده؟ لا، انا عايز. واشتريت ده قصص الانبياء. قصص الانبياء ده كنت قريت فيه لحد مش عارف والله ما مش فاكر قريت لحد فين، هو حاطط ورقه اهي مثلا لحد صفحه 32، ولكن مش هقعد بكمل، مش هقعد بقرا فيه، يعني انا قريت الحبه دول بس، ولكن مش هقعد بقرا فيه الا قليل جدا يعني. ده كان عامل 50 جنيه، كان سعره غالي شويه ولكن جبناه. وبعد ما لفينا وشفنا كانت عروض حلوه قوي. كان في معرض الكتاب بيكون في ندوات، بيكون في كل واحد بيعمل عرض في جوه المعرض. المعرض كبير جدا يعني، كبير جدا يعني. فانصح اي حد، معرض الكتاب هيفتح يوم 25/1 يعني حوالي 24 يوم كده وهيفتح، وانصح اي حد يروح. بس يا ريت اللي يجي يحجز تذكره، لو حد هيروح اللي ممكن اعمل لكم فيديو عن معرض الكتاب، اللي عايز يحجز تذكره يا ريت يحجزها على النت، يا ريت، عشان انت لما تروح اول يوم هتلاقي فيه زحمه بطريقه مهوله، زحمه يعني. مش ناس بس بتيجي من مصر، لا ده في ناس بتيجي من بره عشان تروح معرض الكتاب زي كده. هو مش عارف فاضل كام ورقه، حوالي 5 ورقات ولا 4 ورقات، لا 5 ورقات. اول ورقه بيقول لي هل تعلمت شيء بجانب دراستك في سنة 2021 يعني 22 قصدك. اتعلمت. هو انا اتعلمت زي ما قلت مهارة الكيبورد، اللي انا اكتب بال10 صوابع بالعربي وبالانجليزي. واتعلمت حاجة ظريفة جدا، ان انا اكتب تدوينات على بلوجر. قدرت ان انا اعمل مدونة اسمها مدونة محاضرة اونلاين، ممكن اسيب لك اللينك تحت. كانت مدونة حلوة وبدأت، بس أنا دلوقتي أنا مش مهتم بيها، لأن أنا مش يعني المفروض أكتب 20 مدونة عشان أبدأ إن أنا أرفعها على جوجل، ولكن أنا لسه ما رفعتهاش، أنا لسه في أول الأمر، ولسه ما ضفتش عليها أي حاجة دلوقتي، هو بس مجرد الكتابات، حاجات بسيطة كده. هنا ورقة تانية بيقول لي هل كسبت في مسابقة أوائل الطلبة أو الطالب المتميز، مسابقة أوائل الطلبة اسمها الطالب المتميز. خسرت وأنت في تالتة إعدادي وخدت المركز الثاني؟ لا، هو أنا في أول مرة في المرحلة الأولى طلعت الأول، خدت المركز الأول وخدت الشهادة اللي أنا وريتها لكم دلوقتي.
وفي المركز الثاني وطلعنا المركز الثاني في المرحله الثانيه. تمام. الورقه دي مالها مقطوعه كده، مش عارف ليه، مش عارف. بيقول لي الايه ايه دي؟ الانضمام الى نادي كره القدم. كان نفسي ان انا انضم لنادي كره قدم. كان في اعلان معمول على الفيسبوك ان انت تنضم لنادي مقاولين العرب، ولكن انا ما انضمتش. عرضت الموضوع ده على امي، ولكن مش عارف رفضت ولا انا قلت هضيع وقت على الفاضي، لا مش ضروري، ما رحتش. شارع المعز وجامع الازهر كان نفسي ان انا اروح. لما السنه الجديده بدأت سنه 2022، لما بدأت كان نفسي ان انا اروح شارع المعز ده. شارع المعز ده زرته ورحته وخدت صور عليه وعملت فلوج عليه على القناه، يعني ممكن اسيب لك الفلوج تحت. في شارع المعز شفت حاجات، الشارع كله اثري وحاجات عظيمه جدا. وجامع الازهر، جامع الازهر ده انا ما رحتوش، بس انا شفته ولكن ما دخلتوش. انا رحت شارع المعز ورحت القلعه، ده كله في ثالثه اعدادي، ان انا بحب ان انا ازور كل اي حاجه في مصر، بحب ان انا ازورها، بحب ان انا باختصار شديد ان انا بحب اعمل حاجه جديده. فانا رحت شارع المعز ورحت القلعه. وتخيل ان انا لما خلصت اول يوم امتحانات في ثالثه اعدادي في الترم الاول، اخر يوم كان يوم الخميس، كان عندنا امتحان دراسات، خلصته في نفس اليوم بالظبط حوالي ساعتين، جيت من الامتحان رحت مسافر. تخيلوا ان انا مشيت من محطة رمسيس لحد السيدة زينب، من محطة رمسيس لحد يعرف يعني، من محطة رمسيس الرئيسية لحد السيدة زينب، ده كلها مشي. مشيت من شارع الجمهورية، من شارع الجمهورية على الموسكي، ومن الموسكي على العتبة، ومن العتبة مش عارف دخلنا على شارع المعز، ومن شارع المعز طلعنا على مشينا في حتت حوالي كده وحارة اليهود ولا مش عارف اسمها ايه، مش فاكر. ومشينا لحد ما وصلنا السيدة زينب، حطيت الشنطة اللي انا جايبها، وبعد كده رحت على ميدان التحرير وشفت قصر عابدين ورحنا قدرنا ماشيين لحد ما وصلنا كوبري قصر النيل، وصلنا لحد نصه كده، وبعد كده رحنا راجعين تاني وروح. تاني يوم بقى رحنا القلعة، اليوم بقى كله بقى قضيناه في القلعة. تالت يوم بقى رحنا معرض الكتاب، يعني قعدنا حوالي 5 ايام او 4 ايام في القاهرة، والاربع ايام دول ما قعدتش عند اي حد، يعني العيال وخالات ما قعدتش معاهم، ولكن لف معاهم. واتمنى ان احنا نلف تاني، والحمد لله في ورقة. اخر ورقة بتقول: هل سافرت مصر وخصوصا مصر القديمة لترى المناطق الأثرية؟ أيوة، وأنا سافرت وشفت مناطق أثرية كتيرة واتعلمت حاجات كتيرة، ولكن الحمد لله أتمنى إن احنا نشوف حاجات تانية جديدة. يعني مثلا نفسي اللي أنا السنة الجديدة 2023 اللي أنا مثلا أروح المنصورة، أروح حتة بتاعت مش فاكر اسمها إيه، كنت خدتها في تالتة إعدادي، ولكن ونفسي اروح اسكندريه اشوف. كان نفسي برضك اروح قلعه قايتباي، لو انتوا مش عارف انتوا كنتوا واخدينها في الترم الاول قلعه قايتباي دي، مش فاكر والله انتوا كنتوا خدتوها ولا لا. كان في حاجه كنت انتوا واخدين درس قراءه في ثالثه عليه اسمه كنيسه المعلقه، اعتقد كنيسه المعلقه وقلعه قايتباي. انا بقى لما كنت خدت الدرس ده كان نفسي ان انا اروح قلعه قايتباي في اسكندريه، ولكن اسكندريه دي بعيده عليا، ولكن نشوف الله اعلم ممكن نروح. وبالي ما روحتش الاهرامات دي خالص، يعني نفسي ان انا اروح، ولكن يوم تاني. وبس كده، ده كان فلوج النهارده. اتمنى تكونوا انتوا استفدتوا من اي حاجه كده قلناها، او تاخدوا عبره او عظه من الفيديو ده، او مغزى صعب بمعنى صح. كان فلوج حلو. كانت تالتة اعدادي بمعنى صح، كانت سنه حلوه بالنسبه لي. حبيتها، يعني أول مرة سنة كانت شاملة أحزان وشاملة أفراح، ولكن كانت سنة حلوة، غير سنة أولى ثانوي. أولى ثانوي ديت سنة كلها يعني مش حلوة، سنة مش عجباني، ولا أنا عاجبها ولا هي عجباني. سنة صعبة جدا. ما عملتش حاجة جديدة خالص في السنة ديت، عشان الدروس كترت. بدل ما اخد 5 مواد بالإضافة للمجموع في تالتة إعدادي، لا دلوقتي 10 مواد. دروس رايح جاي، دروس حد يسألك راح درس جاي منين، جاي من الدرس، دروس كتيرة. حاجة جديدة عايز تتعلمها صعب ان انت تتعلمها الا لما تتعلمها في الاجازة. وطبعا اجازة نص السنة حوالي اسبوع، تالتة اعدادي كنت خدت اجازة نص ساعة واسبوع واحد، ولكن الاسبوع ده عملت في حاجات ما تتوصفش. وبجانب كده ان انا كنت في تالتة اعدادي كنت باخد كورس في الترم الاول، في الترم ده كنت باخد كورس، نفس الكورس
والحمد لله اتعلمت وقابلت ناس كتيرة، آه، ناس أكبر مني. أنا كنت أصغر واحد، كان معايا واحد متجوز وواحدة في 3 في كلية تجارة، واللي كانت بتديني كلية واخدة دكتوراه في جامعة عين شمس. وكان ناس طلبة كتيرة وكانت أيام حلوة كويسة جدا، وتعلمت حاجات كتيرة في السنة ديت. ففي تالتة إعدادي حاولوا إن انتوا تستغلوا السنة دي كويس جدا، عشان بعد كده أوعدكم إن انتوا صعب إن انتوا تلاقي وقت إن انتوا تستغلوا أي حاجة جديدة انتوا عايزين تعملوها. أي حاجة جديدة انتوا عايزين تعملوها، سواء حرفة سواء مهارة سواء أي حاجة عايز تعملوها، حاولوا انتوا تستغلوها وانتوا في تالتة إعدادي، عشان هي سنة مهمة جدا جدا جدا. أتمنى كنتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بمعلومة واحدة. أنا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.